ناس كتير جدا بتقولي خالتم كريم عايزين حل الحسد، مشاكل في البيت بدون سبب بيني وبين جوزي دايما بتنرفز مني، مش طايقني ومش طايقاه، او بين الاولاد وبعضهم مش طايقين بعض، بيتخانقوا وبيتنرفزوا على بعض. بص اقول لكم حاجه، هقول لكم على طريقه لو عملتوها والله العظيم الشيطان مش هيدخل ما بينكم. ودي مش طريقتي انا، طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقه رب العالمين. بس مبدئيا قبل اي شيء لازم تشوفوا الخلافات ما بينكم. هل دي خلافات مستاهله، ولا اصلا انتوا ما عندكوش اي خلافات مع بعض بس مش طايقين بعض، بتتنرفزوا من بعض، مش مستحملين كلمه لبعض، كل واحد في حاله. لو الامور زي ما انتوا بتقولوا انتوا بتحبوا بعض بس لما تشوفوا بعض بتتخانقوا وما فيش اي مشاكل ما بينكم، بقى خلافات ماديه او ورث او ايا كان، علاج عند الدكتور، تعتبر نفسك انك بتتعالج عند الدكتور، مفيش، يبقى خلاص. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، ده رب العالمين قال لنا كده. عليك بأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء دول مجرد ما تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الصبح انت عملت عليك كده هالة من الشيطان. وده وصف من ربنا. تخيل انت ما تروح لدكتور شاطر تقول ده دكتور اداني علاج سحر خفيت، لا ده ربنا اللي بيقول لك مش انا اللي بقول لك. فاهم حاجه؟ طيب اذكار الصباح والمساء هتقولهم الصبح آية الكرسي والإخلاص والفلق والناس، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. وهتقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهتقول اي دعاء من دعاء اذكار الصباح بس انا بسهلها عليك، وتقول حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم 7 مرات، وتصلي على النبي 10 مرات، وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره، مش قادر 100 قول 50 بس هو المفروض 100. وكمان سبحان الله وبحمده 100 مره، واستغفر الله واتوب اليه 100 مره. ودي حاجات لو انت عندك وقت تقولها قولها، ما عندكش وقت تقولها الصبح قولها يعني 10 لحد ما يجي وقت العصر، يعني تكون قلت 100 مرة من كل شيء موجود. طبعا مع الصلاة على النبي نفس الشيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. آخر النهار بقى هتقول إيه؟ هتقول سورة الكرسي، وهتقول آخر سورة البقرة. يعني ربنا قال لك إن الشيطان مستحيل يقرب لك، مستحيل يقرب لك، مستحيل يحصل أي شيء، ده أنت في عناية رب العالمين وفي حفظه. وتقرأ سورة الناس، الإخلاص والفلق والناس برضو نفس الصبح 3 وتقول نفس الأدعية اللي قلتها الصبح تقولها بالليل. وتقول مهم جدا برضو تقول اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمد عبدك ورسولك. كذلك تقول الصبح اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمد عبدك ورسولك. يعني لو باختصار يعني هنختصر اذكار الصباح والمساء، كل اللي هتعملوه آية الكرسي 3 هتقول الإخلاص والفلق والناس 3 وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء والسماء عليم، ورضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هتقولوا حسبي الله 7 مرات، وتصلي على النبي 10 مرات. وهتقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك. وبعد كده هتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له زي ما قلت لك. وهتقول سبحان الله وبحمده، وهتقول استغفر الله واتوب اليه. ده الصبحيات. تمام حلو جدا كده في اذكار الصباح. المهم انك تقول دول، وكذلك اخر النهار هنزود عليهم بس اخر سوره البقره، نفس اللي قلته الصبح قوله بالليل، بس بدل اللهم ان اصبحت اشهدك اللهم ان مسيت اشهدك. بس وبس وبس. واقرا على شويه ميه زي كده الفلق كتير جدا واشربها. انت قرأت الفلق في ازازة مية وشربتها، واقرأ معاهم الفتحة يا سيدي 7. اي حاجة تقرأها على المية وتشربها حلوة، اي سورة انت حافظها، اي سورة الله كده جابها لك كده في بالك جالك اقرأها. كلام ربنا كله حلو، اقرأ واشرب. زائد حاجة مهمة جدا، تشغلوا سورة البقرة يوميا في البيت اللي بتشغل فيه سورة البقرة كل 3 أيام، من كل يوم تشتغل الشيطان بيمشي من البيت، بيرجع بعد 3 أيام. لكن مشغل سورة البقرة بيمشي بيرجع بعد 3 أيام، لكن مشغل سورة البقرة بتمشي. ما عندكش وقت تسمعه، عشان اللي بيسمع القرآن ده بيكون قاعد حابب يسمعه، حابب يتدبره، فاهمين حاجة؟ لكن أنا ما عنديش وقت إن أنا أقعد جنب القرآن وهو شغال، فخلاص شغله، يبقى خلفية البيت شغال قرآن فيه، الشيطان مش هيقدر يعدي بيت فيه قرآن. وده كلام رب العالمين مش سورة البقرة.
تطرد السحرة والبطرة واللي بيتركها حسرة واللي بيقرب منها رزق وبركة؟ هتروح تلف شمال ويمين وتروح للشيخ فلانه والشيخ علانه ومسبحه على الرقبه وسبحه في الايدين ولابسه لك خاتم في الخنصر والبنصر وتقعد تقول لك اشربي احمر واخضر واصفر وازرق وهاتي لي رجل كتكوت وهاتي لي قرموط وهاتي لي مش عارفه ايه. هبل ودجل مش عايزين. كلام ربنا موجود وانتي موجوده. امني بيه وثقي بالله واعملي بيه. ده سيدنا محمد عمل بيه ونجاه من اصعبها شيء. فانتي مش هتعملي بيه ليه؟ انتي مين وانا مين؟ احنا عباد الله اللي ماشيين على نهج ونهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.